السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني. بصوا بقى، انا طبعا احنا داخلين كلنا على العيد كده، ولازم نعمل تجديدات للفوط بتاعتنا. يعني انا عندي الفوط بصوا اهي، حبيت ان انا اجدد فيها. فاجدد فيها ايه؟ لقيت الجبير ده بصوا بتاع الستاير، بس ده طبعا قطن 100%، حلو قوي قوي وعجبني. فحبيت ان انا اعمل الفكرة من الجبير ده، اعمل الفوط بتاعتنا. طبعا هي البقرة ملفوفة بقى غلط، فانا هحاول ان انا ايه انا لقيته طبعا بيتباع المتر، قال لي المتر ب7.5. فقلت له طيب وانا هاخد كل اللي معاك هتدهوني بكام؟ راح قايل لي خلاص هحسبهولك على 5 جنيه. قلت له ماشي، ورحت واخده الايه الكميه اللي كانت معاه، هو قاسها. ودلوقتي هنشوف بقى هنخيطه. بصوا انا حطيته اهو، انت ممكن تلفي الشله كده وتسحبي منها زي ما انت عايزه، بس اهم حاجه البدايه بتاعتك اهو هنتنيها لايه لجوه، وهننزل بالدواسه بتاعت المكنه بتاعتنا كده اهو. بصوا هي طبعا شديد عليها شويه، بس هحاول اعديها اهو. بصوا والله انا مش خياطه ولا اي حاجه، بس حبيت ان انا اعمل تجديد، وقلت اللون البيج ده هيمشي مع ايه، مع كل الالوان اللي موجوده عندنا. مش قادره اقول لكم شكل الفوطه. بصوا انا عامله واحده بالجبير اهو، حابه بس اوريها لكم. بصوا انا عامله واحده بالجبير اهو، شايفين شكلها جميل جدا. وحبيت اوريكم بقى الشكل بالايه، بالجبير التاني ده. بصوا احنا بنعمل كده في الفوطه اهو. بصوا ما شاء الله، يعني قمه في الجمال. انا حاسه ان الفوطه كده تسوى 200 جنيه اهو. بصوا وتقريبا ما خدتش النص متر يعني. بصوا اهو، ايه رايكم في الفكره؟ ونجدد فوطنا على العيد اهو. الفوطه هتاخد اهو. بصوا انا عملتها وهوريها لكم اهي. بصوا شكل الفوطه اختلفت خالص، حد يصدق؟ يعني انا لما اوريها لكم من الناحيه التانيه، انا هعملها طبعا من الناحيه التانيه اهي، ما اوريها لكم. بصوا من الناحيه التانيه ساكته ازاي. بصوا بقى من الناحيه دي، شايفين شكل الجبير؟ ايه رايكم؟ 5 جنيه في ايه بالظبط يعني؟ بصوا شكل الجبير جميل جدا، حسسني ان انا شارياها كده اهو. بصوا ونعمل بقى الناحيه التانيه. وهنا بصوا بقى الفوطه التانيه اهي، دي لونها بامبا بس برضو ماشي معاها الجبير. كده خلصنا الفوطه الاولى، وادي التانيه، وبنعمل في التالته اهو. بصوا في منتهى البساطه والجمال، وما فيهاش اي حاجه. لو انت حتى ما عندكيش مكنه هتعمليها على ايدك اهو. بصوا اهي جميله جدا جدا. انا حاسه ان كاني اشتريت الفوط جديده اهو. بصوا ما شاء الله، جميله جدا جدا اهو. ولازم وانت بتقصي بتزودي شويه عشان تقفليها كده مع ايه نهايه الفوطه وتتنيها. بصوا انا بتنيها ازاي، شايفين؟ انا بحاول ان انا اقرب لكم عشان تشوفوا القطعه اللي بصوا اهي. بصوا متنيه طبعا اهي، ومتنيه برضو من هنا. شايفين شكل الفوطه اتغيرت تماما. بصوا بقى، وهنعملها من الناحيه التانيه كمان اهو. في فوط كمان بتبقى صغيره، لو انت حطيت لها الجبير ده من ناحيتين هتكبر الفوطه وتخليها معاكي حلوه جدا، وما تتزحلقش من على الحامل الستانلس اهو. بصوا ونشد القطعه اهو اهو. انا هدخلهم كلهم بقى في الغساله كده، عشان طبعا الجبير ده كان من السوق، فبالتالي اكيد هيبقى متطرب اهو. بصوا بقى، بس قلت اخيطهم وبعدين ادخلهم بقى مع بعض بقى في الغساله اهو. انا بالذات الفوط دي بحس اني بعرف منها. عايزه اكتب على كل فوطه اسم صاحبها، ما حدش ياخد فوطه حد اهو. بصوا اهو تمام كده.
هاجي بقى على الفوطه. بصوا دي بقى عندي فوطه كانت متضايقه منها عشان كانت صغيره. بصوا طبعا صغرها باين قوي وملحوظ قوي. فانا هعملها برضو بالجبير عشان تكبر معانا اهو، لانها حجمها صغير قصيره يعني. بصوا بقى، وهاجي هنا هدخل الجبير بتانية طبعا زي ما احنا متعودين اهو. بصوا انا لسه جايبه الجبير وفي نفس الوقت خلاص هو هيخلص كاني حطيته على كل الفوط اللي عندي اهو. بصوا اتغيرت تماما. بصوا من الناحيه التانية، بصوا شكل الفوطه اهي. بصوا اهو شكل الجبير خلاها طولت، وفي نفس الوقت بصوا شكلها جميل جدا جدا. شايفين شكل الفوطه؟ حد هيتخيل ان دي فوط قديمه؟ لا، رجعت كانها جديده. كده عملنا كام فوطه؟ دي كده 3 وبنعمل في الرابعه اهو. بصوا طبعا وشغاله كمان على الوجهين، يعني الشراشيب موجوده هنا وهنا. بصوا الفكره، اي تجديد هتعمليه هتحسي ان انت يعني كانك اشتريتي حاجه جديده اهو. طبعا اللي عنده ولاد مش بيعرف يشتري حاجه جديده عشان الجهاز اللي بقى صعب جدا دلوقتي. بصوا بقى، وهاجي على الناحيه التانية اهو. بس انا بلاقي نفسي في الحاجات دي بحب التجديد جدا اهو. ونقطع من ورا اهي. بصوا شكل الفوطه، بصوا شكلها عامله ازاي. يعني تحسوا كده ان هي محدش هيتخيل ابدا ان دي فوط قديمه، لا هيحسوا ان دي فوط لسه مشتريينها جديده. لا وكمان اما يبقى الطقم كله نفس الجبير كده، يعني ايه، يعني كلهم بقى طقم واحد يعني. بصوا باختلاف بقى طبعا الالوان. انا مش هقول بقى ان انا صلحت الفوط القديمه، بس مصر كلها عرفت اهو. بصوا اهو. بصوا الشكل اتغير خالص وشغاله. بصوا من الناحيه التانية اهو. ده الظهر، المفروض الظهر كمان جميل والوش اجمل. شايفين؟ فاضل لنا كده بقى ايه، فوطه واحده اهو. كده عملنا كام فوطه؟ كده عملنا 4. دي بقى كنت عامله لها جبير برضو، بس كان يعني الجبير ده كان دانتيل كده بس مش حلو. هحاول ان انا ايه اقطعه واشيله. حتى لو انت عامله او في حاجه عندك قديمه ولقيتيها فكه زي كده، جددي برضو الفوطه بتاعتك واخلعي القديم اللي هو جايه فيه، وانتي ركبي حاجه جديده هتحسسك بالتغيير وتحسي ان انتي جايبه فوط جديده. بصوا عايزين برضو نعمل اعاده تدوير الملايات القديمه، نعملها موديل حديث من نفس الملايه القديمه اهو. بصوا كويس ان انا جبت جبير كتير اهو. بصوا ما شاء الله، وسهل جدا يعني. بصوا اللي تاخد حاجه اهي سهله جدا جدا. انا ماشيه معاكم واحده واحده عشان تتشجعوا وتعملوا وتجيبوا الجبير. او انت عندك جبير في ستاره قديمه ممكن انت عايزه تغيريه، تجيبي جديد للستاره وتعملي الجبير ده للفوط اهو. بصوا شكله غير شكل الفوطه تماما. بصوا دي حتى الورد اللي فيها جميل ولايق كمان مع الجبير بتاعنا اللي هو البيج. بصوا شكل الورد، شكلها بقت حلوه جدا والجبير اجمل. هنعمل برضو الناحيه التانية. وهنا بقى بصوا ما شاء الله برضو دي الفوطه الايه الستر اهو. بصوا جددت الفوط كلها، وهجيب برضو الفوطه ديت اهي. بصوا يغير من شكلها تماما اهو اهو. وما شاء الله اللون لايق على كل الفوط اهو. بصوا الجمال بصوا
بصوا شكل الفوطه، بصوا شكلها بقى جميل جدا اهو، والجبير اهو كده مكوز اهو. بصوا شكله مع الفوطه كانها فعلا جديد. وهنا طبعا انا خلصت بقى وفاضل الحته دي، بصوا شبر. فانا عندي الفوطه دي انا بحب اعلقها لانها بتاعت كارما، فانا بحطها الكارما ورا الباب بتاع الحمام. فهعمل ايه بقى؟ هعمل لها زي تعليقه كده، لانها طبعا الفوطه الصغننه اللي عندنا اهي. فهحاول ان انا اثبت الايه الحرف بتاعها اهو، حتى ولو المكنه مفتوحه اهو. بصوا بروح بقى، طبعا الابره اتكسرت فغيرتها، فعايزه اوريكم بقى الشكل بعد ما ركبت التعليقه بتاعه فوطه كارما، اتغيرت تماما. بصوا الفوطه كمان اللي قبليها اهو، تغيير جذري للفوط عملته النهارده، فعلا كده الفوط بتعيد اهو. بصوا اهي، بصوا شكل التعليقه اهي، حاجه جديده كده. وانتي تعلقي بقى الفوطه كده، ممكن ننشف ايدينا فيها في المطبخ اهو. وطبعا لما تقدميها لضيوفك حاجه شيك كده وحلوه. اتمنى الفكره تعجبكم وتجربوها. وهنا بقى تبصوا الشكل النهائي للفوط وجمالها، شايفين؟ ايه رايكم؟ انا حطيتهم كلهم كده عشان اوريهم لكم. اتمنى افكاري تعجبكم وتجربوها، واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء، باي باي، سلام عليكم.